طيب هنخش في المحاور بعد الفاصل، ولكن بس عشان نختم حكاية 30/6 واخواتنا واهلنا اللي نازلين يحتفلوا، بنفكرهم تاني بالطلبات الستة اللي بص عليها بعين فاحصة وعين وطنية، وتأكد تماما زي ما احنا بنأكد لك، تأكد بنفسك انه لم يتحقق شيء، بل ان الوضع يسير للأسوأ. تأكد تماما انه الامن لسه ما رجعش للشارع، تأكد تماما ان الفقير لسه ملوش مكان، تأكد تماما ان احنا لسه بنشحت من بره، وللاسف الشديد سنستمر في الشحاته اضعاف مضاعفه. تأكد تماما ان حق الشقه ده ما جاش ومش هيجي طالما استمر هذا الوضع. تأكد تماما ان مفيش كرامه ليك ولا ليا ولا لبلدنا. تأكد تماما على ذكر الكرامه ان النهارده رئيس الجمهوريه قعدوه في الصف الثالث في المؤتمر الافريقي، الصف الثالث بعد لا بس يعني استنى بقى وشوف بقى رحله الجزائر بقى. شوف الصحافه الجزائريه والشعب الجزائري المحترم كيف تعامل مع زياره السيسي. اللي مش مصدق يراجع صحف الجزائر الجزائريه النهارده. لكن خلينا بس هيثم عايز يقول حاجه كده قبل ما نطلع فاصل. لكل واحد في مصر حط السنه النهارده 3/7 هيبقى في سنه السيسي، مش هنضحك على بعض، السيسي كان بيحكم من اول يوم. وحط السنه بتاعت مرسي، الكهرباء رجعت، الكهرباء تضاعفت القطع بتاعها، الحاله الاقتصاديه تدهورت اكثر، الحريات كانت في عهد مرسي كانش فيه ولا معتقل سياسي، عندنا النهارده معتقلات زاخره كامله العدد، وفي مديريات وفي واماكن احتجاز كثيره جدا. الوضع اسوأ واسوأ. لماذا الصمت هنا، ولماذا الضجيج وتمرد والصراخ هناك؟ انزل، احشد، شارك، استعيد وطنك، لان التاريخ لن يرحمنا. السيسي فعل في مصر ما لم يفعله يعني كثير من الرؤساء، مستبد من طراز رفيع. يا شعب مصر اوقفوا هذا الرجل.